السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جيت لكم النهاردة بفكرة جديدة جدا وعبقرية. من ازازة بيبسي صغيرة هنشوف هنعمل بيها ايه. تابعوني وصلوا على النبي في الكومنتات. لو لسه بتشوفيني لحد دلوقتي يا ريت تضغطي لايك وتشتركي في القناة عشان تشوفي كل افكاري وفيديوهاتي الجديدة. اول حاجة جبت ازازة البيبسي اللي هي البلاستيك وابتدي بقصها من ناحية البوز كده زي ما انتم شايفين. طبعا الازازة لازم تكون بالغطا. الغطا طبعا انا خرمته كده بسكينه كده حاميه. خرمته كذا خرم كده زي ما انتم شايفين اهو. بعد كده هقفله وهبتدي اجيب بالونه. لازم تكون البالونه قويه جدا معاكي، مش النوع اللي هو الخفيف علشان ما تفكش معاكي. اول حاجه هقص بوز البالونه كده زي ما انتم شايفين. وهبتدي احطه في الازازه اللي انا قطعتها زي ما انتم شايفين كده بالراحه كده علشان ما تتقطعش. اللي هي النوع الخفيف اتقطع مني. انا كنت جايبه نوع رديء شويه بس انتوا بقى هاتوا اللي هي قويه شويه معاكم عشان ما تتقطعش. ببتدي البسها في الحنفيه زي ما انتم شايفين كده. دي فكره عبقريه جدا. هتلف معايا بقى زي ما بتفتح الحنفيه هتلف معاكي 360 درجه زي ما انتم شايفين كده. الميه بتتوزع في كل الحوض مش في مكان واحد بس اهو زي ما انت شايفاها. بتحركيها كده بيمين شمال اي حاجه بتتحرك معاكي. بس اهم حاجه عندك لازم تكون البالونه قويه علشان من النوع اللي هو الغالي شويه. بس يا رب تكون الفكرة عجبتك. ما تنسيش تضغطي لي لايك وتفعلي زر الجرس علشان يوصل لك كل فيديوهاتنا الجديدة ان شاء الله بإذن الله. في رعاية الله، مع السلامة.